أذكر قصة لا أنساها. كنا مرة من المرات في البحرين في مسابقة قرآن كريم، وكان هناك وفد سعودي ووفود أخرى من دول عربية. في لحظة من اللحظات وأثناء المسابقة قام أحد الإخوة من أحد الدول العربية بدأ يتكلم عن الإمام البخاري ويذم الإمام البخاري، ويعني يتطاول على الإمام البخاري بكلام بذيء جدا ويتهمه بالكذب ويتهمه بالتدليس وغير ذلك. وقال أمام الناس: أنا أتحدى أي شخص منكم من أي وفد من الوفود أن ينبري لي وأن يناقشني، وأنا موجود في الفندق في المكان الفلاني في اللوبي أو كذا. فلما ذهبنا إلى الفندق هناك 2 من السعوديين قالوا: نحن نريد أن نناقشه. فقال لهم أحد المشايخ: أنا أنصحكم بعدم الذهاب، لأنكم أنتم ليس عندكم علم وليس عندكم ردود علمية على الشبهة التي سيطرحها وعلى الاتهامات التي سيتهم بها البخاري، ستردوا ردود عاطفية فقط. المقصود أنهم لم يسمعوا هذه النصيحة، فتوجه هؤلاء الاثنان إلى ذلك الرجل وتناقش معه. بقي معه أكثر من ساعة. بعد ساعة رجع إلينا: والله أن الوجه الذي ذهب به يختلف عن الوجه الذي رجعوا به. دخلت الشبهة إلى عقولهم، يقول: نحن ذهبنا بعقل ورجعنا بعقل. الرجل قال كلام لم نستطع أن نرد عليه. قلنا: نعم، لأنكم ذهبتم بعاطفة لكن لم تذهبوا بعلم. وهنا تأتي أهمية العلم الشرعي، أنك لا تدخل في حوارات ولا تدخل في نقاشات مع أي أحد من الناس إلا إذا كان عندك علم وتمكن من هذا الموضوع، حتى لا يكون ذلك باب شر عليك.